الكهرباء بتقطع في مصر، ايه ده؟ ده معلومة جيدة يا أستاذ. إنها معلومة جديدة للغاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا جماعة احنا صورنا المرة 15 بسبب النور اللي بيقطع. انا مش فاهم يعني هو بيقطع النور ليه؟ هل مثلا ام بترقص في الضلمة مش عايز حد يشوفها؟ المهم ده اول فيديو لينا على التيك توك ولا على ايه؟ يوتيوب. على اليوتيوب. فاعملوا اشتراك واعملوا لايك للفيديو وقولوا لنا في الكومنتات بقى يعني كلمة عاش كده لو الفيديو عجبكم. ما عجبكوش برضو اكتبوا عاش عشان ده اول فيديو لينا. حفزونا بقى، ما تكسروش خواطرنا. ولو في ناس كتبت اجمد كومنتات هنطلعها معانا الفيديو الجاي. اول فيديو معانا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله هو عبد الله نايم كده ليه؟ عبد الله، الكهرباء قطع. قوم، احنا الكهرباء قطع. طب وانا مالي وانا اللي قاطعها؟ الراجل نايم سيبيه. الراجل نايم ما يعرفش. انت ليه حاسس ان انت الحكومه بتخبط عليكوا؟ طيب عبد الله الكهرباء قطعت. طب سيبيه نايم يعني بجد الشخص اللي بينام في الكهرباء وهو قطع ده شخص اسطوري من الاخر مفيش حاجه في دماغه. في ايه؟ هنروح الشغل ازاي؟ اللي دخل ده في ده خالتي، عشان مثلا تقوم تغسل وشها بتاع فاهم الدنيا دي. وبيغسلوا وشهم بالكهرباء. انا مش قلت لك ما تصحنيش بالطريقه ديت؟ كهرباء قطعة. بالطريقه دي ازاي؟ هي عملت ايه؟ عملت له ازاي؟ عبد الله ما تقوم يا عبد الله. والله العظيم وانا قوم بقى، مالي؟ قوم اتصرف. طب هنروح الشغل ازاي؟ قطع من امتى؟ قطع من الساعة 6 الصبح. اتفضل قوم الحق، يلا شوف هنعمل ايه. طب هنلبس ايه ولا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ بص انا بطلع الهدوم. ما شاء الله. امسك البس. هروح الشغل كده؟ اعمل ايه طيب بقى؟ احسن من الناس اللي الكهرباء قطعت عندهم وراحوا الشغل بلبس مكسر. يعني هي كوت له يعني ولا ايه؟ مش فاهم في الضلمه. انت فاهم حاجه؟ جماعه اكتبوا في الكومنتات انتوا فاهمين حاجه ولا لا؟ احنا بجد اول مره نصور على اليوتيوب فهتلاقونا احنا مش فاهمين حاجه، فاحنا فعلا مش فاهمين حاجه. يلا يا بيه. احنا دلوقتي بنشوف مين احسن من مين؟ طب اعمل لك ايه وانا اللي قطعتها؟ طب اروح الشغل كده ازاي؟ معرفش بقى، قوم اتصرف. شوف هنعمل ايه. والله العظيم ما تفتحيش البتاع ده بالطريقه دي تاني. قوم بس، قوم شوف اتصرف هتعمل ايه. يلا عبد الله عندنا شغل. بجد حد مستفز يعني. انت دلوقتي نايم وما تعرفش النور قطع ولا ما قطعش. خليه نايم. انت تعرف تنام وانت النور قطع؟ ما اعرفش انام اصلا. انت نمت النهارده كام ساعه؟ نص ساعه. اصلا ما كملتش الساعه؟ ما انا كنت نايم، ما انت اللي جيت صحيت. جيت اصحيك يا جدعان عشان نصور فيديو. انا غلطان؟ قولوا لي في الكومنتات لو انا غلطان. اتأخرنا يا حاج. انا لو شغال بهلوان يعني في مسرح وعندي فقره مش هنزل كده. ايه ده خد تعالى. ثواني بس يعني هو انتوا الاثنين رايحين الشغل مع بعض؟ ايه ده؟ البس ده كمان بقى، اروح بده لما انزل بالشيرت ده اروح كده. خد يا عبد الله تعالى، خد تعالى. مبسوطه كده؟ انت خد تعالى. ايه المنظر ده الصبح؟ يعني على فكره الكهرباء هي اللي قطعه، الميه مش قطعه. ما غسلتش وشك ليه؟ يعني انت كل اللي مضايقك وشي؟ اللي مضايقك وشي مش مضايقك ان انا لابس بص شراب فرده وفرده؟ طب احنا بشبشبي ليه؟ لا ما هو لما الميه بتقطع يعني معناها ان الكهرباء قطعت. يعني الميه مش قطع ازاي؟ ما هو طالما الكهرباء قطع يبقى الميه قطع، لان الميه بتشتغل بموتور كهرباء. واخد بالك؟ الكهرباء بتقطع في مصر، ايه ده؟ ده معلومه جيده يا استاذ. انها معلومه جديده للغايه. هو احنا في 2013 في عهد الاخوان المسلمين والسكينه بتنزل؟ لا احنا في 2022 بعد 10 سنين تقريبا من الانقلاب و9 سنين من حكم السيسي، بس الكهرباء بتقطع. لا ثانيه، رئيسك السيسي. بنحبك يا سيسي. ما حدش يقول السيسي بس، رئيسنا. ليه الكهرباء بتقطع؟ هل لان احنا ما عندناش كهرباء؟ الحقيقه لا، احنا عندنا كهرباء. امال ليه بتقطع بقى؟ احنا لازم نعرف السبب. احنا نفرش ونشرب ميه ونعرف السبب. يلا. هو احنا عندنا كهرباء اصلا؟ يلا بس يلا عشان تقطع نروح نصور يخلص بقى. حضرتك المشكله ان احنا بنصدر لاوروبا عشان مزنوقين في قرشين. يعني احنا بنتصدر لاوروبا كهرباء عشان مزنوقين في قرشين. فبنقطع عليك الكهرباء في مصر ايها المواطن الجاحد الطماع. انا طيف سايب، انت شرفك بقى. ما الدنيا حر، احنا في الصيف. طيب طب ما ده طبيعي نفتح مكيف يعني على فكره خلي بالك انت لو دخلت كل بيت مصر مش هتلاقي فيه الا مكيف واحد، واحتمال ما تلاقيش اصلا مكيفات، ده مراوح عاديه. يعني انت لو رحت في اوروبا هتلاقي كل البيت في كل اوضه في كل صاله مكيف او 2 مكيف عادي. على فكره اصلا هتلاقي البيت نفسه مكيف منه فيه اوتوماتيك. مكيف فين؟ مكيف مركزي. لما اروح عند ناس ما بتشتغلش اصلا، يعني كل الناس. ده بص العرق، بص العرق نزل منه ازاي يا جدعان. ايه ده؟ عشان النظام المصري نظام شحات وفقير. صح.
انت بتقل من كده. انت صح. هو بيقل ليه كده من بس اموت طيب، ما مش ذنبي، ما مش ذنبي طيب. وبيصدر الكهرباء بتاعته لاوروبا عشان يجيب عمله صعبه، لان احنا العمليه عندنا اصبحت صعبه شويه. هي مش صعبه، هي مفيش هي عمل. مفيش اصلا. مش موجوده. للراجل اللي بيقطع الكهرباء في الحر ده، الفيديو ده رساله ليك. عليا الطلاق في 3 جيم وبفتح مكان اول ما اشوفه بالاساسه دي منك لله، منك لله. الفيديو ده برضه كمان رساله ليك. يا رب الاقي الطريقه اللي اوصل، انا ما اعرفش هعمل ايه، بس يا رب مكني منه يا رب عشان اجعله ايه للعالمين. يا رب مكني منه. شوف بجد مصر كلها مقلوب عليك. فعلوا هاشتاج لا الانقطاع الكهربي في مصر. رساله للراجل اللي بيقطع الكهرباء بقى، رساله اخيره مني انا ليه. انا هجيبك وعارفك انت فين، والمتابعين هيجيبوك. جماعه بيبعتوا لي اللوكيشن بتاعه عشان انا ما دورت عليه كتير. المهم في سؤال للحلقه دي، سؤال خطير جدا جدا. ايه اكتر عاده بتعملوها؟ قولوا لنا في الكومنتات، هنشوف ابداعات. استنوا الفيديو الجاي، ولو عاوزين تشتركوا في القناه بتاعت خالد هتلاقوها في الوصف، يلا روحوا اشتركوا فيها. لان الفيديو التاني اللي بعد ده هينزل عندي. هينزل عند خالد في القناه بتاعته. يا جماعه قبل ما نكمل الفيديو، اي حد عايز الصور بتاعته تبقى جودتها كويسه، ولو الصوره مبكسله عالي الجوده تبقى كويسه زي ما الصوره اللي انا بنزلها دي، التطبيق هتلاقوه في اول كومنت او تحت الفيديو على طول. عاوزين نوصل للفيديو ده كام لايك؟ 10000 لايك. ايه ده؟ انا راضي، انا مش تفس، انا مش طماع يعني. انا كنت اقول لهم وصلوا 60000 لايك. انا 10 عايز 10000 لايك. ماشي 10000 لايك يا جدعان.